إن المعاصي والذنوب خطر على الأبدان والقلوب، وأثرها ظاهر على الأوطان والشعوب. والمعاصي والذنوب جالبة للشرور والمصائب. بسبب الذنوب والمعاصي تتعسر الأمور وتضيق الأرزاق وتتعطل المصالح. والإنسان العاصي بسبب الذنوب والمعاصي سوف يجد الأبواب في وجهه مغلقة، يذهب إلى أبواب التجارة فيجد الأبواب في وجهه مغلقة، ويذهب إلى أبواب الوظائف فيجد الأبواب في وجهه مغلقة. وما تعيش فيه البشرية الآن من ضنك وشقاء، وما يحياه الأفراد من هم وغم ونكد وحزن وضيق رزق وأمراض والحر القائض والبرد القارص، أيضا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم وذنوبهم. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد، وأنا أقسم بالله لقد ظهر الفساد في البر والبحر والجو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول أبو هريرة: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. والعز كل العز في طاعة الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والذل كل الذل في معصية الله. والنفوس تشرف وتعظم بطاعة الله وتصغر بمعصية الله. وصاحب المعصية مطأطأ الرأس ذليل، المهانة محيطة به وإن تظاهر بالعزة والأنفة. ذليل صاحب المعصية. كان إبراهيم بن أدهم يقول: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. فالعصاة أذلاء، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يقول الحسن البصري عن أصحاب الذنوب والمعاصي: إنهم وإن هملجت بهم البرازين وطقطقت بهم البغال حاليا وركبوا أفخم السيارات، إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. بسبب الذنوب والمعاصي تزول النعم وتحل النقم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيا أخي، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. يقول ابن عباس عن أصحاب الذنوب وعن أصحاب الطاعات، قال: إن للطاعة نورا في الوجه، ونورا في القلب والقبر، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب والقبر، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. الله يحب الطاعة، الله يكره المعصية. جاء في بعض الآثار الإلهية أن الله قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تبلغ 7 من الولد. وبعض الناس يشكون في تأثير الذنوب والمعاصي، ويقولون إن الذنوب والمعاصي لا تؤثر علينا في حياتنا. يقولون ذلك لأنهم لم يروا تأثير الذنب في الحال، ولم يعلم هؤلاء أن عقوبة الذنب تحل ولو بعد حين. فلا بد من عقوبة المذنب في الدنيا
عاجلا أو آجلا. قال الله: من يعمل سوءا يجز به. فالمعاصي والذنوب تؤثر علينا في حياتنا. هل تعلم أن المعاصي والذنوب أثرت على الحجر الأسود؟ فلقد نزل الحجر الأسود من السماء وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. بسبب الذنوب والمعاصي لعن إبليس، بترك سجدة واحدة أخرج من الجنة، وأهبط آدم من الجنة بأكلة تناولها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. بسبب الذنوب والمعاصي أهلك الله فرعون وقومه، وخسف الله بقارون الأرض ولعنه. فكن يا عبد الله خائفا من ذنبك ولا تأمن العقوبة، فإن هوان الذنب على العاصي من علامات الهلاك، وكلما صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وسيدنا أنس بن مالك قال عن صغائر الذنوب كما في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. الذنب الصغير خطر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية لو ركزت فيها كثيرا تكاد ألا ترى رحمة الله عز وجل. وإياك يا عبد الله والمجاهرة بالمعصية. إياك أن تقول أنا أتحدث مع بنت فلان، إياك أن تشرب سجائر مثلا في نهار رمضان. الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله وجرأة على الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وما تأخر نزول المطر عن الناس في هذا الزمان إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال عكرمة رضي الله عنه: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب تقول منعنا القطر بذنوب بني آدم. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني القحط، وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. فبسبب الذنوب والمعاصي يمنع القطر من السماء، وترتفع الأسعار، وتنزل الفتن، وتنتشر الأمراض الفتاكة. كثرة الأمراض والله سببها الذنوب والمعاصي. في كل سنة يظهر علينا مرض جديد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ويهزم المسلمون في الحروب بسبب أنهم لم يعدوا العدة لأعدائهم، وأيضا بسبب الذنوب والمعاصي. ويحرم الإنسان من العلم بسبب الذنوب والمعاصي. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فإياك أن تداوم على معصية معينة. يقول أبو الدرداء: إن العبد إذا داوم على معصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. فيا أخي ابتعد عن كل الذنوب والمعاصي، احذر من الغيبة والنميمة، دعك من سيرة الناس في المجالس، إياك أن تقع في الربا، إياك أن تقع في الزنا. يقول ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وقال ابن القيم: ظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، ولا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا يا أخي إياك أن تنظر إلى النساء في الحرام. يا من تشاهدون النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا من تشاهدون مقاطع الرقص، يا من تنظرون إلى النساء العارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، احذروا من ذنوب الخلوات. والله العظيم هذه المناظر سوف تضيق صدرك، سوف تجعل الدنيا في وجهك مظلمة. لا تطع نفسك الأمارة بالسوء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وإذا غلبتك نفسك ووقعت في المعصية فسارع بالتوبة، وأكثر من الأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأكثر من الاستغفار. حاسب نفسك في الدنيا قبل الآخرة. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فيا عبد الله احذر من الذنوب والمعاصي. والله دمرتنا، والله تعثرت الأمور، والله ضاقت الأرزاق، تعطلت المصالح بسبب الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الذنوب والمعاصي. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.